أول بنك يرفع أسعار الفايدة وتفاصيل شهادة البنك الأهلي الشهادة البلاتينية الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه استفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسابقة الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. فقد قرر البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء 14/12/2022 قراره برفع أسعار الفايدة لمواجهة التضخم، فتم رفع الفايدة بمقدار 50 نقطة أساسي أي 0.5%، ويعتبر هذا القرار هو القرار السابع لرفع أسعار الفايدة في عام 2022. فمنذ اتخاذ الفيدرالي الأمريكي منحنى رفع أسعار الفائدة والتي تنعكس على الدول الناشئة والدول العربية وبالأخص ولها تأثير كبير ومباشر عليها. وهناك أول بنك يقرر رفع أسعار الفايدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، وهو قرار البنك المركزي السعودي، حيث قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو بمقدار 50 نقطة أساسي. كما قرر المركز السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 50 نقطة أساسي أي 0.5% أيضا. وكان ذلك متأثرا برفع الفيدرالي الأمريكي الذي وصل بين نطاق 4.25% و4.5%، وأن الفيدرالي الأمريكي حذر بأنه لم يحن الوقت لوقف هذه الزيادات. ويتساءل الجميع عن أعلى فايدة بالبنوك المصرية حاليا، فما زالت أعلى فايدة في البنك الأهلي المصري هي الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.4%، ويصرف العائد سنويا. كما يوجد دورية صرف شهري لنفس الشهادة بعائد 16% لمدة 3 سنوات. وما زال جميع المحللين يترقبون قرار البنك المركزي في اجتماعه القادم لبحث أسعار الفايدة، فتابعوا معنا الساعات القليلة القادمة، هيكون في أخبار جديدة وهننزل الشهادات اللي هيتم رفعها في البنوك أول بأول في الدول العربية والدول الناشئة. فما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل أخبار البنوك وكل الشهادات اللي هتنزل معانا أول بأول. انتظرونا، إلى اللقاء.